المنتخب المغربي يستطيعون صنع منتخب قوي ما لم يكن على رأس هؤلاء ناخب قوي. أنا متشائم نوعا ما لتأهل المغرب إلى لنقف على مدى جاهزية المنتخب وما يقال عنه، لأنه يقال عنه كلام كثير. أعتقد أن مهمة المنتخب هذا راح تكون جد صعبة لتأهل. وتنظم في آخر لحظة في المغرب مد تنظيم للدول لا تملك حتى ملاعب الاستقبال، وأنا أعي ما أقول، لا تملك ولا إلى ملعب واحد ولا أو بدون ملعب أمولوجي يعني لاستقبال منتخبات تلك البلدان. يتم منحها تنظيم كأس إفريقيا. هل أصبح التلاعب بكأس إفريقيا؟ هل أصبحت دورة من دورة أفضل المنتخبات الإفريقية إلى مستوى دورة أحياء من حيث هذه الأمور التي تحدث؟ شوف، حتى دورات الأحياء غير يدخل الصيف نعرفوا التواريخ، وقتاش المباراة الأولى وقتاش المباراة النهائية. كأس إفريقيا تعرف كيف تدار الأمور داخل الاتحادية الإفريقية، كلها تدار في الظلام تحت الطاولة، من يدفع أكثر يأخذ الدورات. هذا شيء عادي والناس كلها تعرف هذا الأمر. كل الأفارقة يعلمون جيدا ماذا يحدث في أروقة الاتحادية الإفريقية لكرة القدم، التي أرى أنا شخصيا أنها رهينة لدى عصابة يجب التخلص منها سريعا، ويجب القيام بثورة من طرف الاتحادات الإفريقية النزيهة ضد هذه العصابة التي تصول وتجول كما تشاء في أروقة الفاف.